يا أهلا بكم مع ملخص جديد من فيلم طياري. في البداية أحب أفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير علشان عايزين نكبر القناة ونوصلها ل100,000 مشترك، واللي بيتفرج علينا ولسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس علشان توصله فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ الفيلم مع مجموعة اسمها المشرق. المجموعة دي بيستهدفوا أصحاب الشركات الفاسدين وبينتقموا منهم بنفس طريقة فسادهم وأذيتهم للناس. بتظهر جين ودي عايشة مع جوزها تيم وشغالة جاسوسة تبع منظمة استخبارية كبيرة اسمها هيلر برود. المنظمة دي بتكافح الإرهاب وبتحمي أصحاب الشركات من خطر العمليات الإرهابية. جين بتكون قلقانة والمنبه بتاعها بيرن وبتكون متحمسة علشان رايحة تقابل شارون رئيستها في الشغل علشان تعرف قرارها ايه وهتختارها هي ولا لأ في عملية التجسس اللي جاية، وجوزها تيم بيشجعها. جين بتوصل الشغل وصورتها بتكون محطوطة من ضمن صور المتطوعين وبتدخل تقابل شارون وبتكون قلقانة وبتعرفها إنها بتدور في المجال ده بقالها 9 شهور. شارون بتختار جين إنها تكون جاسوسة تنضم لمجموعة المشرق وعايزاها تجيب لها كل الأخبار عنهم وعن عملياتهم اللي هيعملوها علشان يحموا العملاء بتوعهم منهم. وكمان اسمها المستعار هيكون سارة. جيم بتفرح بالمهمة وبترجع البيت وبتبدأ تجمع معلومات عن مجموعة المشرق وبتجهز نفسها وبتكذب على جوزها وبتعرفه إنها رايحة دبي. تيم بيوصلها للمطار وبيودعها، وجيم بتدخل المطار وبتطلع من الباب التاني بسرعة، بتركب عربية وبتروح تقعد في فندق وبتصبغ شعرها. شارون بتكون عاملة اجتماع مع العملاء بتوعها بتعرفهم إن المنظمة بتاعتهم من أعلى 5 منظمات استخبارية في العالم وإن هما منتشرين في 32 دولة علشان يقدروا يحموا العملاء بتوعهم. جيم بتنزل تنام على الشاطئ بالليل مع المتشردين وكارهي المجتمع وبتقضي وقتها معاهم على أمل إنها تتعرف على حد منهم يمكن يكون منضم لمجموعة المشرق. بتكلم حد تبع شغلها في التليفون بتعرفه إن هي لسه ملقتش حد تبع مجموعة المشرق، وبتصور المتشردين وهم نايمين وبتبعتله الصور علشان يبحث عنهم ويعرفها لو في حد منهم تبع المجموعة. الشخص ده بيقول لها على مكان واحد اسمه تريفر وبيكون شاكك فيه انه تبع المجموعة، وسارة بتروح تراقب تريفر وبتعرف انه هيسافر مكان اسمه بيتسبرج. سارة بتجهز نفسها وبتقف مع الناس اللي مستنيين القطر واللي من ضمنهم تريفر، وتريفر بيقول للناس اللي معاه انه مستني علامة مجموعة المشرق، وبيتكلموا قدامها إنه في ناس من مجموعة المشرق مسافرين لبيتسبرج. بيركبوا كلهم القطر، وبعد ما القطر بيوصل رجالة الأمن بتوع القطر بيروحوا العربية اللي هم فيها وبيشوفوهم وبينزلوهم من القطر وبيضربوا واحد من اللي راكبين. سارة بتدافع عنه وهم بيضربوا سارة وبيمسكوها لحد ما البوليس بيوصل. بعدها بتشوف تريفر وهو واقف مع رجالة الأمن وبيوريهم الكارنيه بتاعه، وبتعرف إنه عميل فيدرالي ومتخفي. بيحطوا الكلبشات في إيد سارة وبيربطوا إيديها في سلم القطر، وسارة بتقطع الصليب من السلسلة اللي لابساها وبتفك بيها الكلبشات. وفي ضابط بيكون وصل وبيشوفها وبيكون معاه كلب وبيجروا وراها، فبتهرب منهم وبتلاقي أسلاك وبتنط من فوقيها. والراجل اللي دفعت عنه بيكون راكب عربية وبيروح لها بياخدها معاه وبيهربها، وبنعرف إن اسمه لوك، وهي بتعرفه إنها جعانة فبيقف بيها في حتة فاضية وبيروح يجيب لها أكل من صندوق الزبالة، وبيروح الصندوق تاني يدور فيه وهي بتستغرب من اللي بيعمله عشان كمان العربية بيكون فيها زبالة كتير. جين بتطلع تليفونها وبتكلم الشخص اللي تبع شغلها وبتعرفه ان تريفر طلع عميل فيدرالي، وبتعرفه انها ترجع الفندق تاني. بتلاقي فيه بوصلة متعلقة في العربية وبتفهم ان لوك عضو في مجموعة المشرق. بتاخد إزازة كنز فاضية من العربية وبتقطعها وبتعور نفسها في إيديها، ولوك لما بيرجع بتوريله إيديها وبتعرفه إن هي اتعورت وهي بتنط من الأسلاك ومحتاجة تتخيط بس مش هينفع تروح للمستشفى. وهو قرر يساعدها وبياخدها الحمام وبيفتشها وبياخد تليفونها وبيلاقي عليه 9 أرقام بس. بيستغرب وبيرن على رقم منهم، بترد عليه واحدة من الشركة اللي جين شغالة فيها، والست بتكون عارفة وعاملة حسابها إن ممكن ما تبقاش جين هي اللي بتتصل، وبتتكلم معاها كأنها حد من أهلها وبتقول لها ترجع لبيتها وإن الكلاب بتاعتها مفتقدينها. لوك بيكسر التليفون والست بتحط التليفون اللي كانت بتتكلم منه عند ورقة باسم سارة، وبيكون معاها تليفونات كتير وكل تليفون بيكون تحته اسم حد من الجواسيس.
لوك بيغمي جين عينيها وبياخدها معاه المكان اللي المجموعة قاعدين فيه وبيوديها لدوك الدكتور بتاعهم، ودوك وباقي أفراد المجموعة بيكونوا عايزين بنجي القائد بتاعهم يعرف بوجودها الأول، لكن لوك بيعرفهم إنها محتاجة مساعدة، ودوك بيقفل لجين الجرح بتاعها بالغرق. جين بتتخض علشان خطر، بس هو بيطمنها إنه هو آمن ومفهوش خطر عليها. جين بتاخد بالها من الرعشة اللي في جسم دوك وبتعرفه إن عمها كان عنده شلل رعاش. دوك بيعرفها إنه كان موجود في كينيا وكان محتاج مساعدة وأخد مضاد حيوي اسمه دينيكسين. الدواء ده كان ليه آثار جانبية عليه وعمل له قطع أوتار وتلف في الدماغ وأزمة، وبيعرفها إن الأعراض دي مكتوبة على إزازة الدواء من بره، علشان كده مقدرش يرفع قضية على الشركة، وبيقولها إن دي الطريقة اللي بيخدعوا الناس بيها. جين بتحس إنها دايخة وبيغمى عليها، لما بتفوق بتلاقي نفسها نايمة في أوضة وفي واحدة من المجموعة قاعدة جنبها بتراقبها. جين بتعرف إنها مش بتسمع وكلامها ضعيف وبتتكلم معاها بلغة الإشارة، وبتعرف إن اسمها إيف، وبتقول لها إنها بتعرف تتكلم بلغة الإشارة عشان كان عندها صاحبها زيها، وبتاخد بالها إن إيف مكتوب على رقبتها حروف لاسم تاني غير اسمها، وبتعرف إن إيف مش اسمها الحقيقي. إيف بتعرفها إن هم مخيمين في المكان ده بقالهم 3 شهور، وإنها مستغربة علشان بنجي مش بيحب يقعد في مكان مدة كبيرة، وبتعرفها إن بنجي هو اللي علمها تتكلم. بتدخل الأوضة واحدة تانية من أعضاء المجموعة اسمها إيزي، وبيكون معاها جاكيت غريب وبتقول لجين تلبسه لو عايزة تنزل تتعشى معاهم. الجاكيت بيكون مكتف إيديها ومربوط من ورا. جين بتنزل علشان تتعشى معاهم وبتلاقيهم كلهم نفسين نفس الجاكيت، وبنجي بيعرفها إن هما مش هيبدأوا أكل غير لما تبدأ هي الأول. جين بتكون مستغربة اللي بيعملوه وبتضطر تقعد تاكل ببقها علشان إيديها متكتفة. هما بيبدأوا ياكلوا عن طريق إن كل واحد بيمسك المعلقة ببقه وبيأكل بيها الشخص اللي جنبه، وجين بتتضايق وبتقوم علشان تمشي. بنجي بيروح وراها بيعرفها إنه مش هينفع يسيبها تمشي لوحدها، وبيكون عايز لوك يرجعها المكان اللي جابها منه، وبيفكلها رباط الجاكيت وبيكون عايز يعرف إيه المشاكل اللي هي واقعة فيها، بس هي بتعرفه إن هي هتحلها بنفسها، وبيقول لها إنها لو بقت كويسة تقدر تمشي. إيزي ولوك بيطلعوا وراهم، وإيزي بتعرفهم إن ما ينفعش حد يخرج على الطريق دلوقتي، وبتقول لهم يدخلوا جوه، وبتكون رافضة تدخل جين علشان ما تعرفهاش، بس لوك بيعرفها إن جين دفعت عنه وقاومت الشرطة بسببه. إيزي بتوافق إن جين تقعد معاهم يومين بس. تاني يوم بيكونوا مع بعض في الغابة وبيلاقوا غزالة مقتولة بغرض الصيد، وإيزي بتدي جين سكينة وبتقول لها تطلع أحشاء الغزالة. جين بتفتح البطن بس بتقطع الأمعاء بالغلط. بنجي بيطلع أحشاء الغزالة وبيقول لجين تحط إيديها عليها وتحس آخر أعضائها الحية. بعدها جين بتكون عاملة نفسها نايمة، وإيف بتتسحب وبتخرج من الأوضة وبتقفل الباب وراها وبتجري ناحية الغابة. جين بتقوم تبص عليها من الشباك بتحاول تخرج من الباب، لكن بتلاقي نفسها محبوسة، فبتضطر تكسر الشباك وتنط منه، وبتروح ورا إيف بتستخبى ورا الشجر. بتلاقي المجموعة بيشربوا شمبانيا ومشغلين نار ولابسين ماسكات، فبتطلع التليفون بتاعها بتصورهم. دوك بيجيله نوبة صرع وبيقع على الأرض وكلهم بيحاولوا يفوقوه. إيف بتيجي من ورا جين وبتحط السكينة على رقبتها. جين بتقاومها بتوقعها على الأرض وبتعرفها إنها جاسوسة، وبتقول لها إن الإرهابيين بيتسجنوا مدى الحياة. جين بتقول لها إنها عارفة إن اسمها الحقيقي مش إيف، وبتفتكر لما لقت الاسم مكتوب على رقبتها، وبتقول لها إن اسمها الحقيقي جيسيكا، وبتقول لها إنها تعرف كل حاجة عنها. إيف بتخاف منها وبتعرفها إن هم كلهم أساميهم مش حقيقية. دوك بيفوق وبياخدوا بالهم إن إيف مختفية، بيدوروا عليها، وجين بتقول لإيف ما تبوظش كل حاجة لمجرد إن هم أقنعوها إن مفيش حد هيحبها غيرهم. تاني يوم إيف بتهرب وبتكون كاتبة لهم رسالة على الحيطة بتقول لهم إن المكان ده ما بقاش أمان، وهم بيتضايقوا منها علشان جبانة، وكمان علشان كانوا محتاجينها في العملية اللي هيعملوها. جين بتروح لهم وبتقول لهم إنها مستعدة تعمل الدور اللي إيف كانت هتعمله. بيتفاجئوا وبنجي بيرفض، بس باقي أعضاء المجموعة بيوافقوا وبياخدوا برأي الأغلبية. بيبدأوا يجهزوا لعمليتهم الجديدة، وبيحموا جين في النهر وبيحطوا لها ميك اب وبيلبسوها الفستان، ودوك بيجهز محاليل فيها دواء علشان هياخدوها معاهم. جين بتجهز وبتلاقي بنجي وإيزي ودوك مجهزين نفسهم هما كمان،
ومش بيرضوا يعرفوها إيه العملية، وبيقولوا لها تركز مع نفسها بس وما تركزش معاهم. بيعرفوها إنها هتقابل شخص، والشخص ده مهووس بالبنات وعايزينها تشغل الشخص ده عنهم. بيوصلوا المكان ودوك بيقابل واحد اسمه بورتي وبيعرفوا على جين، وكمان بيعرفوا على إيزي وبنجي وبيقولوا أسامي مزيفة غير أساميهم. بورتي بيتضايق علشان كان عايز جين بس اللي تيجي معاه، لكن جين بتعرفه إن هما أصحابها وعايزاهم يحضروا معاها الحفلة. بيدخلوا الحفلة وجين بتكون عايزة تفهم من دوك إيه اللي بيحصل، بس دوك بيقول لها تركز في دورها وبس وبلاش تشرب شامبانيا. بورتي بيعرف جين على روبرت جوز مامته وبيعرفها إن الحفلة دي بتاعته. جين بتعرف إن روبرت يبقى صاحب شركة أدوية اسمها ماك بيجري. جين بتفهم العملية عبارة عن إيه وبتطلب من بورتي إنها تتكلم من تليفونه ضروري. دوك بيدخل الحمام وبيوصل أنبوبة المحلول في كم البدلة بتاعته وبيخبي المحلول في هدومه، والمحلول بيكون فيه الدواء اللي الشركة بتصنعه، وبيحط الدواء في الشمبانيا هو وبنجي، والشمبانيا بتتوزع على المعازيم، وأكتر المعازيم بيكونوا أعضاء في الشركة. جين بتطلع أوضة بورتي وبتدخل الحمام، بتكلم شارون في التليفون وبتعرفها إنها في الحفلة وإن مجموعة المشرق بتعمل عملية دلوقتي عبارة عن إن هما بيدوا أعضاء شركة الأدوية جرعة من الدواء اللي بيصنعوه، والجرعة دي هيحطوها في الشمبانيا. شارون مش بتهتم وبتعرفها إن الدواء ده لو بيهدد حياة الناس ما كانش هينزل السوق، وكمان بتعرفها إن ماك بيجري مش من عملائها. جين بتطلع من الحمام وبتكون متوترة وبتعرف بورتي إنها كانت بتطمن على مامتها. بورتي بيحاول يعتدي عليها فبتضربه، وبتنزل الحفلة ومش بتكون عارفة تتصرف ازاي، وبتلاقي صينية فاضية وبتبدأ تلم الشامبانيا من الناس، بس مش بتلحق تلمها كلها لأن المعازيم بيشربوا الشامبانيا اللي معاهم مرة واحدة. بيمشوا من الحفلة وبيكونوا راكبين العربية وفرحانين وبيحتفلوا، وجين بتكون متضايقة وحاسة بالذنب، وهم بيضطروا يحكوا لها الحقيقة. ودوك بيعرفها إن أخته سافرت معاه كينيا لأعمال الاستغاثة وأخدت من دواء دينوكسين علشان مضاد للملاريا. وبعد أسابيع أخته صحت من النوم ما كانتش قادرة تتعرف على وشها في المراية، وبيعرفها إن الدواء دمر مخها وإن الحالة دي معروفة اسمها عمى التعرف على الوجوه، وبيعرفها إن مفيش حد كان مصدق إن الدواء هو اللي عمل فيها كده، فقرر ياخد هو كمان الدواء. بعد فترة عقله وجسمه بدأوا يتدهوروا، وبيعرفها إن أخته بعد اللي حصل لها بشهر قتلت نفسها. جين بتبدأ تتعاطف معاهم. بعدها جين بتفتش في أوضة بنجي، بتلاقي صورته وهو طفل، وبتعرف اسمه الحقيقي ومعلومات عنه، وبتعرف إن دي منطقته وإنه اتولد في المكان ده. جين بتندمج معاهم وبيلعبوا سوا، وكمان بتاكل معاهم الفاكهة والأكل القديم اللي الناس بيرموه في الزبالة بس يكون لسه سليم، وبتبدأ تتعود على قوانينهم في الحفاظ على البيئة. وكمان بتكون معجبة ببنجي وبتسأل عليه، وبتعرف إنه في أيام بيحب يختفي فيها ويكون لوحده. دوك بيناديهم علشان بيكون في خبر في التلفزيون، وبيلاقوا الإعلام بيتكلموا عن اللي مجموعة المشرق عملته في الحفلة، وكمان نائبة الشركة بتتكلم وبتقول إن جالها طفح جلدي وألم في المعدة خفيف، وإن دي أعراض جانبية خفيفة للدواء، وإن هما هيستمروا في إنقاذ حياة الناس. وبتعرفهم إن هما مبسوطين في الشركة إن هما جربوا الدواء بتاعهم وإن الدواء ممتاز. دوك بيتضايق علشان كان عايز يديهم جرعة أكبر من الدواء، وإيزي بتعرفهم إن هما لسه قدامهم عمليتين لازم يعملوها قبل ما يمشوا من المكان ده. بنجي بيقرر إن هما هيختفوا شوية وياخدوا مهلة لحد ما الدنيا تهدأ، وبيسيب لهم حرية الاختيار لو حد عايز يمشي. جين بترجع تاني لحياتها وبتلاقي جوزها واقف لها في المطار، وبتفرح لما بتشوفه وبتروح معاه. وبترجع المنظمة بتقول لهم تقرير بالمعلومات اللي جمعتها، بتعرفهم إن في واحدة من أعضاء المجموعة اسمها تيس بتتواصل مع خلايا تانية عن طريق الإنترنت، والخلايا دي هتساعدهم يرجعوا بمنظمة كبيرة بعد ما يعملوا العمليتين الجايين ويختفوا. وشارون بتكون شايفة إن المعلومات دي مش كفاية. جين لما رجعت بتكون متضايقة ومش مرتاحة، وجوزها بيكون عايز يعرف مالها. بتعرفوا إنها سافرت لبلد غريبة عنها، ولما قعدت فيها فترة طويلة حست إن البلد دي مش غريبة عنها. وبتعرفوا إنها لما رجعت وطنها حست إنها في بلد غريبة. جين بتتخض لما بتلاقي نائبة شركة الأدوية على التلفزيون وهي حالتها متدهورة، وبتقول إنها مش عارفة تتعرف على نفسها في المراية وحاسة بحاجات مختلفة في عقلها وجسمها. جين بتروح المنظمة بسرعة وبتقابل شارون. شارون بتعرفها إن روبرت ماجبي اتصل بيها، وهي قالت له إنها في خلال شهر هيكون معاه هوية كل شخص عمل كده في أعضاء شركته، وبتعرفها إنها هترجعها تاني للمجموعة. جين بتكون عايزاهم يقتحموا البيت اللي فيه المجموعة
ويقبضوا عليهم، بس شانون بتعرفها إن هما هيقبضوا عليهم لكن مش دلوقتي، وإنها عايزة تعرف إيه عملياتهم اللي جاية بس علشان يتجنبوا الكوارث. وبتاخد بالها إن جين متعاطفة معاهم وبتقول لها ما تضعفش، وإنها طبيعي تتعاطف معاهم لأنها قضت وقت كبير معاهم، وبتهددها إن هما هيدمروها لو أعضاء المجموعة عرفوا هويتها الحقيقية. وجين بتخاف منها وبترجع تاني للمجموعة وبتلاقيهم بيحتفلوا وبيرقصوا، وبتدخل ترقص معاهم، وبنجي بيرقص معاها وبيعرف إنها عايزة تكمل معاهم. جين بتكون قاعدة على جذع الشجرة وماسكة التليفون بتاعها، وبتلاقي بنجي جاي بالعجلة وبيدور عليها، وهي بتنزل بسرعة وبتعرفه إن ما كانش جايلها نوم، وهو بياخدها جولة معاه على العجلة، وبيقعدوا يتكلموا وبيعرفها إنه حرق بيته اللي كان عايش فيه زمان مع أهله بسبب إنه كان في رحلة بحرية مع مامته وباباه والكلب بتاعه. عملوا حادثة واتخبطوا في حاوية شحنة غرقانة، والقارب اتقلب بيهم وباباه ومامته ماتوا، وهو ورث البيت وكمان ورث أملاك باباه. والناس معاملتهم معاه اختلفت حتى أهله وصحابه، بس أكتر حاجة كانت مخوفاه فقدانه لأهله، وحس وقتها إن الفلوس هي اللي فسدت كل حاجة وهي السبب في فقدانهم، علشان كده حرق البيت. وبنجي بيكون هو كمان منجذب لجين. بيتفرجوا كلهم على فيديو لواحدة وهي بتحمي أولادها الصغيرين في الحمام، وبتكون ظابطة المنبه وعايزة تخلص بسرعة. وبنعرف إن مية النهر في المكان اللي هما ساكنين فيه مليانة زرنيخ ورصاص، علشان كده بيستخدموا منها قدر معين علشان ما يتسمموش. وكمان بيكون عندهم مية معدنية كتير علشان يغسلوا بيها أسنانهم وبيتعاملوا بيها في حياتهم اليومية. الست بتتكلم في الفيديو وبتقول إن مفيش حد عايز يشتري البيت بسبب إن المية في المكان مسممة. وكمان بيتفرجوا على فيديو تاني لصحفية وهي مصورة النهر اللي بيقولوا عليه مسمم، وبتقول إن المية بقت نضيفة فيه. وبنعرف إن الولد الصغير اللي كانت مامته بتحميه مات بعد الفيديو ب3 شهور بسبب إن جاله ورم على المخ بسبب المية. وبيبدأوا يتكلموا عن العملية الجديدة اللي عايزين يعملوها، وجين بتكون شايفة إن هما مش لازم يأذوا حد علشان ياخدوا حق الطفل الصغير، بس إيزي بتكون مصممة تعمل العملية دي، وبتعرفهم إن هي انضمت للمجموعة من 5 سنين علشان خاطر العملية دي. وبنعرف إن هما عايزين ينتقموا من أصحاب شركة المياه المعدنية عشان هما اللي بيرموا في النهر الزرنيخ والرصاص علشان يسمموه ويخلوا الناس تشتري منهم المياه. بيروحوا المكان اللي صاحب شركة المياه بيكون قاعد فيه، وإيزي بتروح تقعد معاه، وبنعرف إن صاحب الشركة يبقى أبو إيزي، وباباها بيكون معتقد إنها رجعت له تاني بعد ما بعدت عنه 5 سنين. إيزي بتكون متضايقة منه وبتعرفه إنها مش هترجع تاني، وبتسأله عن الولد الصغير اللي مات بسبب تسمم المية، وبتعرفه إن ناس كتير اتأذت بسببه. هو بيتفاجئ إنها عارفة وبيتوتر، فإيزي بتقوم تقعد جنبه وبتطلع حونة من تحت الترابيزة بتديهاله في ركبته. بيفقد الوعي وإيزي بتصوت وبتطلب الإسعاف. باقي أعضاء المجموعة بيعملوا نفسهم بتوع الإسعاف وبياخدوه عند النهر المسمم، وبياخدوا معاه الرئيسة التنفيذية للشركة، وبياخدوهم عند النهر وبيرفعوا عليهم الأسلحة، وبيكونوا عايزينهم يدخلوا في المياه المسممة، فهم بيخافوا وبيرفضوا. والرئيسة التنفيذية بتعرض عليهم إنها تدفع لهم فلوس وكمان هتنظف النهر. إيزي بتكون مصممة تدخلها المية وبتحاول تقلعها هدومها وبتشدها في المية. جين بتحاول تنقذها علشان مش عايزة حد يتأذي، ووالد إيزي بيخلع هدومه وبيدخل هو المية. البوليس بيوصل المكان وإيزي بتكون واقفة مصدومة وخايفة على باباها، بس مش بترضى تمشي معاهم فبياخدوها بالعافية. لوك بيضرب نار على عجلة عربية البوليس والعربية بتقف، وهما بيركبوا العربيات بسرعة بيهربوا. وبنجي بياخد إيزي وراه على الموتوسيكل والبوليس بيضرب عليهم نار، وإيزي بتاخد طلقة في ظهرها. بيوصلوا البيت اللي قاعدين فيه، بيلاقوا إيزي مضروبة بالرصاص وبيحاولوا يسعفوها. بيخدروها ودوج بيحاول يفتح بطنها علشان يطلع الرصاص، لكن بيكون متوتر جدا وإيده بتترعش جامد. وجين بتاخد منه المشرط وهو بيقول لها تعمل إيه بالظبط لحد ما بتنجح وبتطلع الرصاصة. وكلهم بيكونوا قاعدين جنب إيزي وزعلانين عليها. تاني يوم إيزي بتموت وبيدفنوها، ولوك بياخد شنطته وبيمشي، وبنجي بيحاول يمنعه لكن لوك بيتخانق معاه وبيمشي. جين بترجع تاني للمنظمة وبتقولهم التقرير بتاعها، وبتعرفهم إن المجموعة اتفشكلت قبل ما ينفذوا خطتهم الأخيرة. بتروح بيتها وجوزها بيتكلم معاها، بتعرفه إنها ما كانتش في دبي وبترجع تمارس حياتها تاني، بس نفسيتها بتكون تعبانة. جين بيجيلها مكالمة من المنظمة بيعرفوها إن أعضاء المجموعة بيتجمعوا تاني من جديد، وبيكونوا عايزينها ترجع للمجموعة تاني
علشان شارون عايزة معلومات أكتر عنهم، لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي بيدوروا وراهم علشان يبدأوا يعتقلوهم. جين بترجع تاني وبتقعد مع بنجي وبتعرفه إنه لازم يختفي على الأقل شهر، وكلهم لازم يختفوا. بنجي بيعرفها إن هما لازم يعملوا آخر عملية، وبيعرفها إنه خلاص خطط ليها ومش هينفع يختفوا قبل ما يعملوها. بنجي بياخد جين معاه في العربية وبيمشي بيها، وهي بتكون فرحانة بالهوا وبتنام. ولما بتصحى من النوم بتكون عايزة تعرف هما رايحين على فين، وبتقوم تبص من الشباك بتلاقي نفسها في الطريق اللي رايح للمنظمة اللي شغالة فيها. بتتخض وبتتفاجئ إن بنجي عارف حقيقتها، وهو بيعرفها إن أول شركة هجموا عليها كانت من ضمن عملاء المنظمة اللي هي شغالة فيها، وبيعرفها إنه كان مستنيها من زمان. وكمان بيعرفها إن هو ولوك بس اللي يعرفوا الحقيقة، وبيكون عايزها تدخل المنظمة تجيب له القايمة اللي فيها بيانات الجواسيس بتوعهم في العالم كله، وبيديها التليفون بتاعها علشان تصور بيه البيانات. دوك بيكون قاعد في المكان اللي هما فيه، بيشوف عربية البوليس وصلت، وبيقول لباقي المجموعة وبياخدهم يخبيهم في المخبأ السري بتاعهم. جين بتدخل المنظمة وبتقول للموظف إنها عايزة شارون بسرعة. هو بيعرفها إن عندها اجتماع. جين بتخليه يطلع لها علشان يجيبها ضروري من الاجتماع، وبتستغل الفرصة وبتدخل مكتب شارون، بتاخد الميموري اللي عليها بيانات الجواسيس، وبتصور البيانات على التليفون اللي معاها، وبتروح علشان تركب الأسانسير. بتلاقي شارون نزلت لها، بتضطر تكذب عليها وبتقول لها إن العملية الجديدة هتكون عبارة عن قرصنة على القمر الصناعي، وإن هما هيخلوا الكاميرات في السماء تتجه على الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وهيكونوا فاتحين لايف. شارون مش بتصدقها وبتعرف إنها بتكذب عليها، وبتعرفها إن الشرطة راحوا البيت اللي المجموعة قاعدين فيه. جين بتنزل وبتحاول تخرج من المنظمة، لكن بيرفضوا يخرجوها. بيفتشوها وبياخدوا منها التليفون اللي معاها، والبوليس بيقبضوا على دوك. جين بتخرج بسرعة وبتروح تركب العربية مع بنجي، وبيمشوا وبتعرفوا إن الشرطة هجمت على البيت وأكيد قبضوا على دوك. بنجي بيسألها جابت القايمة ولا لأ، بيعرفها إن هما لو فضحوا الجواسيس دوك مش هيتسجن. بيتضايق لما بيعرف إنها ما جابتش القايمة وإن هما خدوا منها التليفون، وبيعرفها إنه عايز يدمر هيلر بروت عن طريق إنه ينزل هويات الجواسيس بتاعتهم الحقيقية على النت. جين بتعرفه إن الجواسيس دول بيشتغلوا متخفيين، وإنها واحدة منهم وما ينفعش يتفتحوا. بنجي بيكون عايز يخرج برا الحدود، وبياخد جين معاه وبينزلوا من العربية، وبيكون في شاحنة واقفة، وبيكون عايز جين تروح تركب معاه الشاحنة، بس هي بترفض، وبيودعها وبيضطر يروح يركب وبيسيبها وهي بتمشي. بتروح الحمام، بترجع وبتطلع بطاقة الميموري من بطنها، وبنعرف إنها كانت مخبياها في بطنها وكانت لافة عليها خيط علشان تعرف تشدها. وبتقرر تتعامل هي مع الجواسيس دول، وكمان بقت تقفل كل الأنشطة الفاسدة اللي مرتبطة بالعملاء بتوع المنظمة اللي بيضروا بالبيئة، عن طريق إنها بتسرب المعلومات وبتفضحهم. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.